السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عيسى، أنت عاوز إيه من الشيخ الشعراوي؟ إيه مشكلتك مع الشيخ الشعراوي؟ مضايقك في إيه الشيخ الشعراوي؟ راجل مات من 25 سنة. كل ما تلاقي حد الناس كلها نسيتك تروح طالع بقصة الشيخ الشعراوي. ما شفناكش بتهاجم حد تاني يعني. أنت راجل بتحب البقرة وعمال تشرح فيها وعمال تتجمل فيها زيك زي الهنود. ده موضوعك. خلصنا من الصيدلي دخل تعالى بيقرا في المصحف، فبقى الكارثه بالنسبه لسعادتك ان هو بيقرا في المصحف. طب لو بيقرا في الانجيل تبقى مبسوط؟ انا مش لاقي لك وصف. احنا اقسم بالله العظيم ثلاثة، انا واحد من بكرهك يا اخي. اتقي الله. راجل بيقول قال الله وقال الرسول، راجل الامه كلها بتحبه، راجل ليه اراءه. انت زيك زي طارق الشناوي دلوقتي عمال يقول ده عيشي وسلفي انت كده مبسوط يعني؟ يعني انت ايه وجه اعتراضك على الراجل يعني؟ عشان بيعليك بيطلعك ترند يعني الشيخ الشعراوي؟ عارف ان قاعدته كبيره ومصر كلها بتحبه والوطن العربي كله بيحبه. وترد علينا يا عم. ما شفناش منه غير كل خير. الراجل بيعلمنا اصول الدين، بيعلمنا ازاي نقرا قران، بيعلمنا ازاي نفسر احاديث. ايه مشكلتك معاه بحملاتك دي؟ يعني هو الراجل ايه مشكلتك معاه عشان انت كل شويه تهاجمه؟ انا والله العظيم ما لاقي سبب. كفرته وخلوه ده هو بقى داعشي. الشيخ الشعراوي مسك سكينه وذبح بني ادم، حارب على ذبح البني ادمين، ولا هو عشان قال لك المراه مالهاش شغل، وقال لك عشان خاطر ما فيش حاجه اسمها جمع بين الطلاب في المدارس لانه فتنه؟ ولا يا عم انت يا عم اهدي لله كده يا عم. كل مواقف الشيخ الشعراوي كلها موقف واحده، قلبنا اتعلق بيه. انت ليه عاوز تبوظ الحته دي عندنا؟ انت بتلعب ليه في اساسيات؟ كل ما هتلاقي حد من الشعب المصري بيحبه تلعب في اساسياته ليه يعني؟ ما شفناكش بتهاجم اي حد تاني. انت ماشي على خط واحد، تهاجم السلفيين، تهاجم المسلمين، تهاجم الشيوخ، تهاجم انت ايه يا عم؟ مش كده اهدى. انت راجل بتحب البقر، روح عيش معاهم في الهند يا اخي. والله العظيم ثلاثة انت ملاك وصف، واصلك انا عارفه. بس انت مش غريب عليا، انا عارفك. انت اخوك التاني. ها؟ ما سبحان الله يعني. انتوا احترم نفسك. العيب مش عليك، العيب على طارق نور صاحب القناه اللي مشغلك. العيب على الدوله اللي سايباك تتكلم على الشيخ الشعراوي كده. الناس كلها بتكرمه لغايه النهارده، وانت لغايه النهارده عمال تهين فيه الا الشيخ الشعراوي. نعمل هاشتاج الا الشيخ الشعراوي عشان خاطر سعادتك يعني. انت فرد رحت ولا جيت فرد برواز بحمالتين عادي يعني، مالكش اي 30 لازمه. وسط 30 40 مليون 100 مليون بيحبوه. انا عاوز اشوفك بتهاجم حد تاني يعني. يعني اقول ايه بس؟ اقول كلام والله العظيم اتحاسب عليه يا اخي. والله العظيم تلاته انا ما يا لهوي. انا ما شفتش حد مثيلك، قسما بالله ما لقيت مثيلك يا اخي. شككت في الاسراء والمعراج. كل حاجه بتشكك فيها في الدين. عندك مشكله مع الدين. انت مش هتلاقي حد يدفنك. اسمع اللي بكلمك فيه. انت هكذا بالمنظر ده؟ ما انا فاهم لك انت علماني ولا اسمه ايه ولا ايه بالظبط، ولا مسلم ولا مسيحي؟ انا مش فاهمك. ليبرالي. انا مش فاهم انت ايه بالظبط، مسلم ولا مسيحي؟ احنا عايشين مع بعض، هو مسلم ومسيحي ايد واحده، جيراننا واخواتنا واصحابنا وحبايبنا معانا. وانت يا عم طارق شناوي انت بتاع السينما والتلفزيون والحاجات دي، ايه اللي دخلك في الشيخ الشعراوي؟ هو سلفي داعشي؟
يا اخي ربنا ينتقم منكم، حرام عليكم. الا الشيخ الشعراوي، مش هيتكرر تاني الشيخ الشعراوي. كان اخر حد الشيخ الشعراوي. هو انت فاهم ان الامه كلهم هتجيب واحد زي الشيخ الشعراوي؟ الا الشيخ الشعراوي وابراهيم عيسى.